بص لو انت شايف نفسك في الاحتمالات جامد تعالى لي. ماشي في الغابه وانت جعان جدا وفجاه لقيت فطيره، هوب اكلتها، بس يا فرحه ما تمت اتسممت، ومفيش علاج للسم غير ترياق موجود في ضفدعه، وعدد الضفادع الذكور قد الاناث. هتقول لي طيب اميز الذكر عن الانثى ازاي؟ الضفدع الذكر بيطلع صوت مميز، وانت ماشي لقيت ضفدع واحد ولسه هتمسكه سمعت صوت وراك، بصيت لقيت ضفدعين واحد فيهم بيطلع صوت. دلوقتي ما عندكش وقت، لازم تاخد قرار حالا. هتمسك الضفدع اللي قدامك ولا هتروح للضفدعين اللي وراك؟ وقف الفيديو وفكر فيها شويه. لو خدت الضفدع اللي لوحده ده ريسك، ما هو يا ذكر يا انثى، يعني 50% تعيش 50% تموت. لكن لو ركزت على الاثنين هتلاقي في احتمالات اكتر. بص عندنا 4 احتمالات، يا ذكر يا انثى، ذكر ذكر، انثى انثى، انثى ذكر. بما اني سمعت صوت الذكر يبقى مفيش 2 انثى، فالغي الاحتمال ده. يبقى انت تقريبا 67% هتلاقي الانثى في وسط الضفدعين اللي ورا، لكن الضفدع اللي لوحده 50% بس. فلو عايز تعيش روح للضفدعين اللي ورا. وهنا بقى تتعلم حاجه جامده من الرياضيات، اي معلومه جديده بتقلل عدد الاحتمالات، وده هو معنى الاحتمال الشرطي. طب قول لي بقى لو لقيت على ايدك الشمال ضفدعين وعلى ايدك اليمين 3 ضفادع، هتروح لانهي؟ فكر فيها وقول لي في الكومنتات.